السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم جوج حشوات مالحين كيجيو زوينين مع طريقة الطي، خصوصا البريوة بورقة الشينوا. هنا الحشوة الاولى كناخذ مقله كندير فيها شويه الزبده وشويه الزيت، واحد البصله مشلضه رقيقه، وربعه الفرماجات مثلثين. هذا كيجي زوين، هاد جالابينو. كنبقى نحرك حتى كيذوب ليا داك لو فرماج. راه خلاص كيذوب، كياخذش وقت طويل بزاف. كنزيد شويه بيمون اختياري وشويه ديال البزار، واحد جوج بيضات، وكنحرك باش يطيب ليا شويه هذاك البيض. وغنزيد واحد 4 ولا 5 ديال المعالق ديال الروز. درت انا 4 كبار، 4 المعالق عامرين ديال الروز. وهنا كتذوقوا كتشوفوا الملحه مع الروز. انا سلقته بلا ملحه، دونك زدت شويه ديال الملحه. وغنزيد شويه ديال المعدنوس ونحرك باش يتخلط معاه ونخليه يبرد. هنا الحشوه الثانيه خديت جوج بطاطات صغار مسلوقين، زيتون خضر مقطع، شويه فرماج غودا محكوك، شويه المعدنوس، الثوم، الملح والبزار وهريسه هذه ديال تونس كتجي زوينه فيهم، كيجيو بحال داك المذاق ديال لي بريك ديال تونس. صافي وكنخليهم دو كوتي. هنا بالنسبه للبريوات غناخذ الورقه كنطويها على جوج وكنقطعها هكا دي تريونغل. ضروري نديرهم في الزيت باش ما ينشفوش ليا. وهادو ديال القنينطات كنطوي الورقه على جوج وكندير هكا دي ريكتونغل، وديما الورقه تبقى مخزونه في الزيف. كناخذ هذاك لو تريونغل ديالي كنطويه بهذه الطريقه، ها هي كيف كتشوفوا. نقاط صافي. وكناخذ الحشوه غير شويه، هادو ديال البطاطا الا كثرتو راه كتطرطق في الفران، ما تكثروش بزاف، تكون بطاطا قليله، ما ديروش بطاطا كثيره، يكون تقريبا قد الطون قد البطاطا صافي. وهنا كناخذ هذيك باش كنلصق شويه الفورس والماء وكنلصق هذاك الجنيبات. انا غندير معكم الثانيه صافي، وكنلصق هذاك الجنيبات بهذه الطريقه. وهذه الورقه ديال القنينطات كندهن هاد البليصات بحال هكا، وكندير شويه ديال الحشوه. هادو كندهن غير باش تشد ليا، باش ملي نبغي ندور كتجيني سهله صافي. وكندورهم غندهنهم بشويه الزيت والزبده. انا غنطيبهم في الفران، بغيتو طيبوهم في خيتور راه كيجيو حتى هما مزيانين صافي. وكنكمل هاد القنينطات ديالي كاملين وبالصحه والراحه.